الفيديو اللي دار واحد الضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. هاد السيده في عمرها 29 سنه، كانت مسافره، طلعت للطياره وهي كتفاجئ تلقى واحد الوليد جالس في بلاصتها. هاد المقعد بالضبط كانت خداتو شراتو حجزاتو من بعد ما خدات التذكره ديالها. انا كنعرفو تقدر تاخذ المقعد اللي كيناسبك كتخلص عليه. لكن الام ديال داك الطفل قالت لهاد السيده ما كتشوفيش ولدي كيبكي، راه بغى حتى هو يكون حدا السرجم. لكن السيده راه ماشي المشكل ديالها، السيده حجزات ديك البلاصه. لكن الام بقات كتلح وكتقول بان ولدها راه كيبكي لان بغى ديك البلاصه بحكم انها حدا السرجم. لكن السيده اللي حاجزه المقعد ديالها رفضات ولحات باش تقعد في المقعد اللي هي اصلا حاجزه ومخلصه عليه. الام كانت عندها واحد رده الفعل، وهو انها خدات الهاتف وبدات كتصور ديك السيده وولدها اللي كيبكي. السيده نشرات الفيديو وتنشر بواحد السرعه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف ديال الناس اللي تفاعلوا مع هذا الفيديو وتضامنوا مع السيده اللي حاجزه المقعد ديالها ورفضات تعطي بلاصتها لذاك الوليد. وحدين اخرين كيقولوا بان العاطفه تفقدات. لكن اللي ما ضرباتلوش الحساب الام ديال داك الطفل وهو انها متابعه قضائيا، بحكم انها صورت السيده بدون الاذن ديالها ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي. هاد السيده اللي في عمرها 29 عام كانت صرحات وقالت بان الام ديال داك الوليد ما احترمتهاش ولحات وقالت لها علاش ما بغيتيش تبدلي بلاصتك مع ولدي. وهنا تزايدوا في النقاش والمشكل مشى بعيد. شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق؟ ان واحد في وليداتكم يدير لكم هاد لاكريز في الطياره، شنو غتكون رده الفعل ديالكم؟ وفي نفس الوقت الا كنتو نتوما في بلاصه السيده اللي حجزات المقعد ديالها، شنو غادي ديروا في هاد المواقف هادي؟ واش تعطيو بلاصتكم اولا غتبقاو ملحين تاخذوا البلاصه؟ حاولوا تجاوبوني بعقلانيه وماشي بالعاطفه.